يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دكتور، قلت لك آنفا هذا علاج عندي لتجربة وقعت هناك في دمشق. هذا علاج الصيام الطبي، صيام 40 يوما على الماء فقط. هذا طبعا لا يؤمن الطب المعاصر اليوم بهذا العلاج كنظام طبي، أكثرهم لا يؤمنون به، بعضهم آمنوا به. التجربة وقعت لأحد معارفنا هناك في دمشق، والذي كان له فضل التبرع بمقر لإلقاء دروس هناك. كان بنى بنيانا فجعل الطابق الأرضي وقفا مؤقتا لإلقاء دروسه في هذا المكان، ولم يرفع البنيان إلا الأعمدة فقط. هذا الرجل أصيب بنحو ما ذكرت تماما، كان يكون بين أهله وهو حديث عذب ومجوح ودعوب ومن أحسن ما يكون. طفرة تراه تحول إلى مجنون، فلا يدع شيئا حوله إلا ويكسره، يخرج عن طوره تماما. عالج في مستشفى ابن نفيس عندنا خارج دمشق قريبا منها، ثم ذهب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت وتعالج هناك بالصدمات الكهربائية، فما أفاد شيئا. بعد تجربتي التي أحدثتها في دمشق بل في سوريا بناء على اقتناعي من قراءتي لكتاب اسمه التطبيب الصوم لأحد النمساويين، ألفه طبعا باللغة الأجنبية ثم ترجمها إلى اللغة العربية قسيس ماروني. لما قرأت هذا الكتاب اقتنعت بتجاربه التي حكاها، وكنت أنا لا أشكو شيئا مزعجا كثيرا، ولكن لا يخلو عن كونه مرضا. كنت أشكو من وضع غير طبيعي هنا في صدري ثم في بطني. لي طبيب كما يقال اليوم طبيب العائلة خارج دمشق في قرية دوما، تبعد عن دمشق في نحو 15 كيلومتر. فكنت أتردد عليه. عندي دراجة نارية يومئذ قبل أن أستعمل سيارة أو تيسر لي السيارة، كنت أركب وأقطع المسافة ذهابا وإيابا يعالجني، فيعطيني كما تعلم روشيتا مطبقها أسبوع ويقول لي راجعني، راجعه. كان يقول لي في معك هنا مراكز للقلب فيها ضعف. كان يقول هو أسمع صوت غير طبيعي في 3 مراكز فيها يعني شيء من المرض. لما استعمل العلاج ارجع اليه وقال لي ها شفي مركز باقي 2، يجدد لي رشيته مرة ثانية. ثم كما تعلم من أكثر المرضى وأنا منهم يومئذ أكل وأمل، خاصة أنه هو بعيد عن البلد، أترك المعالجة. تروح 1 2 يعود الشكوى نفسها. لما قرأت الكتاب اقتنعت تماما أنه هذا العلاج يعالج كثيرا من الأمراض التي استعصت على الأطباء، ويذكر حوادث عديدة جدا. صمت وفي عندي الحمد لله يعني كما قال تعالى وإذا عزمت فتوكل على الله. خلاص بدي صوم 40 يوم لا يدخل جو في شيء إطلاقا
حسب وصف الكتاب إلا الماء الصافي. ومع ذلك كنت نشيطا، وكان من عادتي كل شهر أسافر من دمشق، طبعا بالسيارات بالباصات الكبيرة، إلى حلب وإلى اللاذقية وبينهما إدلب في سبيل الدعوة الحمد لله. فما غيرت عادتي. يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص. هناك كراج بينزل وبيركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل، نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي الكراج مآلي الفلافل والكبدة ونحو ذلك. يعني فوجئت بالدخول الرائع في أنفي، أكاد أنفجر. الله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا. فعللت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروايح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس. ومشينا وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يمنت شاطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب. شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو. بهال20 يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير، خير إن شاء الله. ذكرت لهم ما أنا في صدده من التطبب بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح، ليس بالصيام، لأني متى شئت أن أشرب. وأنني مصمم ومستمر لنفذ الراشدة الطبية في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطباء يقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم. الكتب الطبية 72 أو بس كم أشهر في حالة؟ لا، بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. نعم. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم، لأنه اللي مؤلف الكتاب وعامل تجارب بالعشرات إن لم نقل المئات، وماني شاعر بشيء يجريني. كما يقولون بلا طول شيء كملت المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد هون. لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. نقول ما دخل جوفي أي شيء إلا ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء الصافي. هذا 40 يوم هذا بس. نحن عم نحكيها الآن كان تجربة الشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت عند الطبيب، طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو. شافني متغير، خير إن شاء الله. قلت له تفضل افحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا. التنبكات اللي كنت أشكو منها
قال لي أحسن بكثير بس باقي بقايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته. 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كل ما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما بيأكل ما في حاجة للشرب من الماء، ولذلك كان شرابي من الماء قليل جدا. مع ذلك لما أخرج يطلع هناك فضلات. هون الشاهد، مؤلف الكتاب يفلسف الموضوع ويعلله بأنه كثير من الأمراض التي يصاب بها الناس سببها تراكم فضلات الطعام على جدران الأمعاء والمعدة ونحو ذلك. فحينما يجوع نفسه ويقتصر على الماء بتصير الجدران ايش؟ تنضف، فبترجع الأمعاء طبيعية جدا. لما بيرجع للطعام بصير الطعام بيوزع الغذاء النافع وبيتركب منه الدم وبياخذ مجرى طبيعي والى اخره. فانا فعلا كنت اشوف فضلات، كل ما تاخر الزمن كل ما قلت، فاتساءل من اين هذه الفضلات يا جماعه؟ وانا ما عم اكل واشرب. هي الجواب في الكتاب، الرواسب اللي ترسبت مع الايام عم تتحلل وعم تخرج. هذا هو سبب كون هذا التجويع علاج ناجح وناصح. المهم بعد شهرين أظن أو 3 أيضا التلبكات ما عاد شعرت فيها إطلاقا. الشاهد يأتي كل ما واحد شكالي قضية قل له يا أخي جرب حالك بالصيام. صاحب الدار اللي كنا نلقي فيها الدرس يسرى كما ذكرت لكم، جالس بين أهله، تجي النوبة هذه ويخسر كل شيء في المعهد، وتعالج في مستشفى بالنفيس والجامعة الأمريكية ودون فائدة. قلت له يا أبو سليمان، هو اسمه، يا أبو سليمان جربت كل شيء، شو بيمنعك تجرب حالك وتجوع حالك؟ قال لي والله ما في عندي مانع. صار 6 أيام ما قدر يصبر صبر الألباني يكمل 40 يوم، لكن اللي شجعه انه يفطر وجد في فايدة. صام 6 أيام، أعاد الكرة، كل مرة يتشجع ويصوم أكثر وأكثر. وهذا هو رجل شوفي. آخر صوم صامه أظن بلغ نحو 30-32 يوم، وما عاد شاف الصرع هذا إطلاقا.